يا صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. انا بقى دلوقتي لسه صاحي من النوم، حبيت بقى اشارك معاكم روتيني الصباحي، روتين يوم الجمعة. فقلت اشارك معاكم كده كل حاجة. طيب انا دلوقتي لسه صاحي دلوقتي، هقوم بقى عشان اغسل وشي واشوف بقى هعمل ايه، واشارك معاكم كل حاجة في وقتها كده. خليكم معايا بقى عم اغسل وشي. بسم الله. انا دلوقتي غسلت وشي اهوت، همسح بقى بالفوطة. ايه رايكم يا جماعه؟ انا اللي حاطط الفوطه كده مظبوطه كده يا ام يوسف؟ تسلم يا ابو يوسف. شوفوا عاملها ازاي. جمعة مباركة يا ابو يوسف. مبارك عليها وعليكم وعلى الناس كلها يا رب. صلوا على النبي كده يا جماعة. صلى الله عليه وسلم. انا دلوقتي غسلت وشي اهوت ومسحت بالفوطه، اروح بقى الركنه. انا دلوقتي جيت اهوت بقى الركنه. طبعا بقى انا مستني الفطار دلوقتي، ام يوسف هتعمل لي فطار. انا طبعا بقى يعني بحب افطر حاجات خفيفه كده الصبح، يعني مثلا سندوتش، كوبايه شاي. عشان بقى اروح اصلي الجمعه واجي اتغدى بقى مره واحده. فانا قاعد دلوقتي بقى مستني الفطار. ام يوسف هتجيب لي بقى الفطار وهرجع تاني اصور معاكم، خليكم معايا. من عناية يا ابو يوسف. تسلمي لي يا ام يوسف. طب يا جماعة، انا دلوقتي دخلت المطبخ اهوت، هعمل بقى الفطار لابو يوسف. طبعا هو بيحب يفطر بقى حاجات خفيفة، سندوتش، بسكوتة، حاجات من دي. ملوش هو ايه في الكلام اللي بالكم منه ده. تمام. فايه انا بعمله سندوتش اهو. انا غليت المية، هفضي الشاي الاول زي ما انتم شايفين معانا. طبعا بقى بيجي بعد صلاة الجمعة بيفطر بقى، يعني ايه، بيتغدى قصدي. بيتغدى بقى غدا، يعني طبيخ بقى وكده، بنكون احنا طبخنا، بيقوم متغدي بقى. هعمل السندوتش اهو. تمام. اهو كده الفطار جاهز معانا. هطلع بقى واديله الفطار عشان يفطر ويروح يصلي. طبعا بقى يا جماعة، خلاص خلصت اهو. اتفضل يا ابو يوسف. يا اهلا يا اهلا يا ام يوسف. احسن فطار لاحسن ابو يوسف في احسن الدنيا. فطار ايه ده؟ كوبايه شاي يا ام يوسف. اتفضل بس بقى. الحمد لله احنا عشتنا كده بسيطه وانا بحب يا جماعه افطر فطار خفيف كده، يعني كوبايه شاي، سندوتش. عشان بقى باجي بقى بعد الصلاه بقى بتغدى بدبها دبه مظبوطه يعني. فهفطر دلوقتي بقى. بسم الف هنا الله وشفا يا الرحمن ابو يوسف. الرحيم. ايه رايك؟ ما شاء الله. الف هنا وشفا. العيش جميل قوي، يعني العيش لسه جاي. اه، العيش لسه صبح بقى. مم. الشاي مظبوط. جميل. الف هنا وشفا. تسلم ايدي. تسلم. اتفضلوا بقى افطروا معايا. شكرا. طب زي ما احنا متعودين بقى نعزم على الناس الاول. اتفضلوا يا جماعه افطروا معانا بقى. فضل يا جماعه، سندوتش بجبنه ولانشون وكوبايه شاي. طيب يا جماعه هفطر كده واخلص وهنكمل وارجع بقيه لكم تاني، الروتين. خليكم معانا. طبعا بقى يا جماعه انا دلوقتي خلصت افطار اهوت الحمد لله. هقوم بقى دلوقتي اعمل ايه يا ام يوسف؟ تاخد شاور. اخد شاور بقى. اخد شاور بقى كده واظبط الدنيا و... واصور لكم بقى كده وانا لابس الجلابيه كده وبرش برفان والبس الساعه بقى واشيك على نفسي بقى. النهارده الجمعه بقى عايز اروح اصلي كده باحسن صوره يعني. فخليكم معايا. طب يا جماعه رجعت لكم تاني بقى بعد ما خدت شاور ولبست الجلابيه الجميله القمر ديت. الله يصلح حالها ام يوسف بقى، كوت لي الجلابيه كده وروقت لي عليها. ايه رايك يا ام يوسف في الجلابيه دي؟ مش حلو. ما تكسريش معنوياتي كده، والله بجد. ايه رايك؟ والله جميل. هي اصلا مش حلوه، انت اللي محلي. تسلمي لي. ايه رايكم يا جماعه؟ شوف يا جماعه جلابيه ابو يوسف اللي حلوه دي. روعه بصراحه. الجلابيه دي لسه جايبها جديد، دي اللي ام يوسف كانت هتولع فيها. اللي كانت عامله فيها مقلب وهي كانت بتكوى وقالت لي اتحرقت. انتوا فاكرين المقلب ده؟ مش عايز لا. افتكره بقى، اسكت. تمام كده. نبدا بقى اللي احنا نسرح. هنعمل ايه بقى؟ هنحط الكريم الجميل ده الاول. نقول بسم الله الرحمن الرحيم.
يا سلام عليك يا ابو يوسف، سلام عليك بجد يعني. هبدأ بقى اجيب المشط بقى واسرح عادي خالص خالص. بس ايه رأيكم في التسريحة دي بقى؟ طبعا بتاع الفول لسه معدي والصلاة راح هتبدأ. اه لسه معدي دلوقتي. ربنا يرزق كل من كان يا رب. يا رب. طيب انا هسرح بقى دلوقتي، وانا عايز رأيكم في التسريحة دي بس بكل صراحة، محدش يجاملني. عشان تعرفوا ان الكفيف يا جماعة بعرف اسرح برضه يعني عادي خالص، صح يا ام يوسف؟ مم. كفيف بعرف يعمل كل حاجة الحمد لله. اكيد التسريحة الجامدة ديت مع الجلابية القمر ديت عاملة شغل عالي. طبعا. بس انا بحب اروق في التسريحة شوية، فمعلش بقى خليكم معايا. بس كده اعتقد ان كده التسريحة بقت زي الفل. مية مية يا ابو جو. ايه رأيكم؟ قمر والله بجد ايه قمر. رأيكم؟ والله عسل كده. رأيكم يا جماعة يهمني. ايه رأيكم في التسريحة الجميلة دي مع تمام. الجلابية دي؟ حلو كده؟ تمام كده. جميل كده. هنعمل ايه دلوقتي بقى يا ام يوسف؟ حط فين البرفان. فين الساعة يا ام يوسف؟ الساعة عند. طب بس انا هدخل اجيبها لك من جواك. تمام. يلا. طبعا ام يوسف جابت لي الساعة اهي. طب ايه رأيكم في الساعة دي كمان؟ دي يعني الساعة دي تبقى ماشية مع الجلابية موت. صح كده؟ دي لونها ذهبي والجلابية لونها بني في ذهبي. ما شاء الله. جميلة. ايه الجمال ده يا ابو يوسف؟ صح؟ صح. نرش برفان بقى. انا عندي هنا يا جماعة ازازتين برفان. تمام؟ هما فين الجو؟ يا نحيد. تمام كده اه. عندي هنا واحدة اسمها زد، دي الزد. تمام؟ ودي اسمها الترا ميل. احط من هي؟ الاتنين. انا بصراحة محتار. لا مش هحط من الاثنين طبعا. بس انا عايز احط من ده اهي اللي هي الالترا ميل دي، جميلة قوي. بحبها قوي، ثابتة وفواحة. كده نرش كده. بحب بقى احط في الحتت دي كده عشان فيها نبض، عشان البرفان ايه يبقى ثابت فيها شوية. خلاص يا بيوسف في انا ايه؟ بصي بحب احط من البرفان كتير. ده خلص الازازة. تشم البرفان؟ لا لسه ما شمتش. بجد والله. ايوه الريحة نهار بدأت تظهر. عليك. جميل كده. أمم. طيب يا جماعة دلوقتي بقى بعد ما خلصنا كل حاجة كده ووريتكم الروتين بتاع الصباحي، هو ده يومي وده روتين الصباحي طبعا بتاع يوم الجمعة. فلو حابين اللي انا اصور لكم الروتين كامل اليوم كامل يعني اكتبوا لي في الكومنتات. طيب قبل ما نختم الفيديو ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اعجاب للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا سلام يا حبيب قلبي.